أيوة المختار صدق الأمين، مول الشفاعة نهار السحام. هذه حكاية من حكاية من العجب. زمان كان فيه الني فيه رس السيف والكلمة ميزانها الذهب. أعطوني ودانكم وحلوا معايا قلوبكم. هاد القصة ماشي غير ضحك ونشاط، القصة حكمة مسبوكة بالدموع والعرق. والجمعية حلقة وسكت يا الغاشي، راه الطرح بدا يسخن من دابا. كان يا ما كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، في واحد البلاد بعيدة، بلاد ما ذكرت ليها الخرايط سمية وما ليها عنوان في دفاتر العيان. بلاد الخير والخمير، السمن والعسل في القلل، والزرع مكدس في الموامن ومسارب. هاد البلاد كان حاكمها سلطان شاب مسمي على شدو، الناس كيقولوا ليه السلطان الغالي. كان هاد السلطان مولوع بالخيل والعدل بين الرعية، يدوز الصيف في الغابة والربيع في العرسات، الناس عايشين هانيا. لكن كيف ما كيقولوا الناس زمان، الزين ما يخضع الخصام والملك ما يصفى بلا حساد. كان عنده واحد الوزير سميتو بن علال، ورجل عينه غارقة في الطمع وكتمشى بحال الحية ويبوس اليد اللي بغا يعضها. وفي نفس البلاد لكن بعيد على ديوان الملك وقصر الرخام، في قاع المدينة القديمة بزناقها الضيقين ودروبها اللي كتشابك، كان واحد الفران ديما شعل عافيتو، صهدو واصل راس الدرب وريحتو كتشاير الغريب باللي هنا كاين طرف ديال الخبز سخون. مول هاد الفران رجل درويش شيباني وقور، هرس الزمان كتافو لكن ما هرش نيتو. مسمينو الناس بالماطي مول الفران. الرجل مكسب من الدنيا، لا جاه ولا مال، ما عنده حوانت ولا خيل، كسب عافية الفران. وبنت يتيمة الأم سميتها هاينة. البنت ما كانت بحال بنات المدينة، جالسة في الدار واللي بغاتها تجيها، ولا من هادوك اللي كيقيلوا حاضين الشراجم ومتبعين القيل والقال، شكون خطب وشكون باع. كانت هي اللي هزة الفران مع بوها الشيباني، ايديها مرمية لصهد العافية، لكن عينيها فيهم واحد ذكاء كهرس الحشر. كنت كتعرف العجينة غير من ريحتها، والخبز واش طاب غير من دقة اللوحة فوق قاع الفران. الناس في ديورهم كيغسلوا الصوف ويتهز فوق الهودش، وهينا وسط الصهد تقابل الوصلة والمطرح وتسمع كلام الناس. حتى الواحد الليلة ملي شتا القصحة، الليلة هرب منها القمر وتغطت السما بسحاب كحل بحال القطران، والبرد كيصفر في الدروب. الناس دخلوا لديورهم وسدوا البواب، بالمعطيعية وهدت التمر ضامو، مشى جلس يتفى حتى رمات الفران في واحد البيت من داخل وتغطى بطانية قديمة ديال الصوف. هاينة بقات بوحدها شادة المطرح الطويل بيدين قاصحين، كتجبد آخر مطرح ديال الخبز اللي صفتوه عيالة الدرب الفوقاني. وهي على هاد الحال تدفع الباب ديال الفران بالجهد، ودخل واحد الراجل كيجري بحال الا هربان من الموت، لابس الهم كحل ديال الصوف الغالي، لكن القب مغطي وجهه كله، ورجليه كانوا حفيانين مسخن بالغيظ، والدم سايل من صباعه مخلط بالماء البارد ديال الشتا. الراجل طاح على ركابي حدا الرماد السخون وهو كينهج بصوت مسموع، وعينيه كيدوروا في قاع الفران. وقفت هاينة وحطت المطرحة على الأرض وما دخلهاش، شافت فيه شوفة قاصحة وتعبسة. شكون انت ومالك على هاد الدخلة؟ الرجل حفيانة والسلهم ديال الملوك، هادي ماشي وقفة الدراوش.
الراجل هبط قب السلهم غير بشوية وبان وجهو فتو العافية. كانت لحيتو كحلة مقادة وعينيه كبار بحال الصقر، لكن وجهو صفر بالخوف والعيا. شاف هاينة وقال بصوت مخنوق: أنا ضيف الله، عتقيني بشي ضغمة دافية وخبيني، راه الموت كيجري ورايا في الدروب والبرد كلا ليا العظم. قربت منو خطوة وشافت في يديه تما بان ليها خاتم الذهب المرصع بالياقوت الأحمر في صبعو الكبير، وفيه الختم الملكي ديال البلاد. البنت حلت عينيها مزيان، ما غوتات ما دهشات، وفهمت باللي هاد الحفيان اللي طايح قدامها ما هو إلا السلطان غالي اللي كتسمع خبارو من الناس. وفي الحال مشات جرات واحد الحصيرة قديمة مقطعة من الشناب. جلس هاد السلطان الحفيان دفي عظمك من البرد، والسر اللي جابك عند مول الفران غادي يبقى مخبي هنا تحت الرماد. السلطان نقز من بلاصتو وغطى وجهو. عرفت شكون انا؟ واش وجهي معروف عند كاع الرعية؟ هينا تبسمات. الخاتم اللي في يديك يشوفو الطير من السما، والمشيه ديالك واخا حفيان وطيب القدام ماشي مشية الدرويش. الدرويش الا خاف كيمشيو ظهرو محني وراسو هابط، وانت واخا الدم سايل من رجليك ومغيص كتشوف في السما وكتأمر في صوتك. ايوا قول لي، جاب ملك البلاد الفران الدراوش والمساكين؟ الشاب تنهد وجلس على العصيرة وهو حاط يديه على رجليه المشروحين وقال بصوت حزين: اضربي القراب والوزير يا بنت الناس. الوزير بن علال اللي وكلتو من خيري وشربتو من كاسي ودرتو يدي اليمن غدرني. ليلة البارح سدوا عليا البيوت في القصر وبغاوني نختم بالسيف والتهديد على ورقة تنتنازل فيها على الملك لولدو الصغير. عرفت من شرجم البيت حفيان يجري بين الحراس والكلاب في الظلمة والشتا، وما لقيت فين نتخبى. قصري ولا حبس والبلاد ولات تحت يد الخونة. فهاد اللحظة خرج بالماضي من بيتو الصغير اللي لاصق في الفران من يسمع الهضرة. شاف السلهم وخاتم العرش وتحنى سلم عليه: مرحبا بسيدنا وتاج راسنا، الفران دارك والعافية اللي كطيب خبز الرعية تدوب حتى الخطر. ولكن مولاي الجلسة هنا فيها خطر عليك. الوزير بن علال ورجالو غادي يقلبوا البلاد كلها زنقة زنقة وما يخليو حتى دار. وقفت ياقوت حتى باها وحطت يديها على حناكها وبدات كتخمم وعينيها على العافية. الوزير تكي وعارف اش كيدير، اي صفة السكرية يقلبوا ديور العيان من التجار والقضاة، حيت كيحسب ليه بلي السلطان يمشي عند صحابو اللي كياكلوا معاه في طبسل الذهب. لكن فران بالماضي شكون هذا اللي يطيح لي في البال بلي السلطان بايت وسط الطحين من الرماد؟ أتبقى هنا مولاي، لكن عندي شرط. السلطان تعجب من جرأتها. الراجل كلمته كتحكم في البلاد واليوم بنت مول الفران كتشرط عليه. دار يدو على لحيتو وقال بصوت فيه نهيبة وخا عيان: اشنو هو شرطك؟ بغيتك ديري في بالك باللي الملك واخا تحفى رجليه كيبقى تاجو في عقلو. قربت عنده وهزت شويه ديال الرماد كحل من الفران. الشرط هو تحيد هاد السلهم الغالي وترمي الخاتم المرصع في قاع البير اللي داخل، وتلبس سروال قندرسي مرقع وفوقيه موسخه ديال الخدامه. ومن غدا نهار أذان الفجر تولي سميتك الجيلالي، الخدام الجديد ديال الفران اللي جاب وصله تدفع عليه اللوحه وتهبط راسك للارض. واللي دوا معك من عيان ولا حراس تبكى وتلعثم في الهضره بحال المشدوب الهبيل اللي ما يفهم في الكلام غير نعم سيدي وآرا وهاك.
تقدر على هذا الدلة مولاي السلطان باش تحمي راسك؟ تبدل وجه السلطان والدم غلى في عروقو، تفكر قصرو وعبيدو والحاشية اللي كانوا كيجلسوا على ركابيهم غير بإشارة من صبعو. شاف بالماطي اللي كان كيتراحت من الخوف، وشاف هينا اللي عينيها بحال الصقر، ما رمشو ما دهشو. نهت نهيدة خرجت من قلبو، حيد الخاتم من صبعو ومدو لهاينة. العرش اللي ما يحميه مولاه ما يستاهلوش، والملك اللي ما يحش بالدراوش والمساكين ما هو غير في الزاعة. قبلت شرطك يا بنت المعطي، تبتيني وعلميني كيفاش نعيش ترويج باش نهار نرجع للقصر نكون سلطان ديال الصح. خدات هينا الخاتم ورماتو في البير وجابت لي حوايج الخدامة القدام. تما لبس السلطان السروال المرقع وسخ وجهو يديه بالرماد حتى ما بقى يبان فيه غير بياض عينيه. وبات هذيك الليلة ناعس في كل حصيرة حتى العافية، وسيف جدو مخبي تحت حطب الفران. صباح الصباح وفيض الفجر نورو على الدروب الضيقة. بدات الحركة كدب في الحومة، ريحة الفران بدات كتعيط على الناس. شالت هينا العافية بالجهد ووقفت وسط الدخان بحال القايد. والسلطان اللي بدل سميتو الجيلالي وقف حداها شاد اللوحة ويديه كيترعدو بالثقل ديال الوصلات. مع نص النهار تزلزلت الحومة بصوت حوافر الخيل، والزنقة ولات كلها غبرة. ومعسكر الوزير الغدار بن علال وصلوا شادين سيوفهم وكيقلبوا شبر شبر. نعيالات طلوا من الشراج المصدومين، والخوف دخل قلوب الصغار. دخل الفران واحد القيد غليظ كتافو عرض من الباب وعينيه خارجين، سميتو القيد عبود، وهو اليد اليمنية ديال الوزير. عفت بصباطو المستقبل غيس على الطحين النقي اللي مغربله هاينة وصاح بصوت غليظ. أرباطي وبنتو، واش داز البارح شي راجل غريب لابس لهب الملوك ووجهه وجه العيان؟ الوزير بن علال عاطي 100 درهم من ذهب للي يجيب خبارو، ولا خباه ولا تستر عليه راسو يطير قبل ما يبرد خبز هاد الفران. بالمعطي طاح عليه الماء في الركابي، بغى يهضر ولسانو تقال عليه. وقفت هينا قدام القايد بدم بارد وحطت يديها على حنكها وضحكت واحد الضحكة سمعت حتى للزنقة، خلات القايد يخطب. سيد القايد، شوف فينا مزيان، هاد الفران ما تدخل ليه غير اللي كرشو درتو بالجوع وبغى طرف ديال الخبز. ها هو برمعطي راجل شيباني صحتو على قدو، وها هو الخادم الجديد الجيلالي راجل هبيل ما يفهم الهضره فين غادا. واش السلطان اللي كتقلبوا عليه مول القفطان ديال الحرير غادي يخلي القصور ديال الرخام ويجي لصحد العافيه والرماد ديال الفران؟ قرب القايد من الجيلالي اللي كان عاطيه بالظهر وتيهز الحطب، جارو ليه كتفو بالجهد لدرجة تحس الجيلالي بلا دمو كيغلي، وزير بيدي على عود المطرح وبغى يدور ويضرب القايد بضربة من سيفو. لكن هينا لمحت الحركة وشافت فيه شوفة حارة فكرته بها بالوعد، وباللي الطرح عاد بدا. هبط صوت راسو الارض وبدا كيتباكى ويتمتم في الكلام بحال المشدوب ويمسح جبينو بفوقيتو المسخة، وقال بصوت مرعد: سيدي القايد عافاك ما تضربنيش، انا غير درويش على قد الحال. لا 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 الخبز يتشوط، الخبز يتشوط بالمعطي يجري عليا، ما شفت والو، انا ما شفت والو، انا غير الجلال الخواف. تفل القايد على الارض ودفع الجلالي: واش هاد الريحه فيك احمق وخانس؟ الوزير بن علال مخرجني على ود السلطان وانا مضيع وقتي مع الحمق والدراوش. زيدو يا عسكر، هاد الحومه ما فيها غير الجوع. لفت القايد وخرج هما وعساكرو
الزنقة عاد هدات ملي مشى الخطر. تلفت السلطان عند عينه وعينيه فيهم الغضب ويديه كرجفو. جرني من كتفيه بنت الماضي ودفعني أنا اللي كنت تنأمر بقطع الريوس بكلمة واحدة مني. وقفت هينة قدامه وحطت المطرح في يديه. لو كان ما جركش ولو ما كنتيش تمسكنتي كون راسك دابا معلق في باب المشوار. اللي بغى يغلب الغول خصو يمثل باللي هو أرنب خايف. جلس وكمل طرح الخبز. راه هادي غير البداية واللعب الكبير عاد شاي. دازت ليام وشهور والبلاد ولات كتشوي بالغلا والضرائب اللي فرض الوزير بن علال. الناس صبحة باكية ومسية باكية، لكن فران بالمعطي ولا في الخفا هو ديوان الأسرار. العيالات وبنات التجار وحتى الخدم اللي كيخدموا في قصر الوزير كلهم كيجيو يطيبوا خبزهم عند هاينة اللي كانت تجر لهم لسانهم وتسمع منهم حكاية القصر والوزير. والسلطان الجلالي كيسمع كل شيء وهو واقف قدام العافية تمثل باللي هو هبيل. واحد عشية دخلت شامة خادم في قصر الوزير وهي خايفة كتلفت وراها. هينة عطاتها كاس ديالها تيسخن وسولاتها: مالك شامة وجهك صفر، واش وقع شي حاجة؟ شامة حطات كاسها وهي كترعد: هينة البلاد مشات خلا، الوزير حدد لي تعرس ولدو وغادي يعلم بلي هو السلطان الكبير. العسكرية جابوا صنادق السلاح من المرسى في الخفا حد ما شافهم وحطهم في الخزينة السفلية ديال القصر اللي بابها كيشوف جردة الرمان. قال لك خايفين من شي ثورة ديال الشعب. هينة شافت بطرف عينيها في الجينالي وهو كيخدم بالمطرح، لكن يديه حبسوا ملي سمع بجردة الرمان أو الخزينة السفلية. ملي خوار فران بالليل والظلمة غطات الدروب، جلس السلطان الغالي مع هينة وبا المعطي وسط ريحة الرماد والطحين وشعلوا شمعة صغيرة باش يتشاوروا. السلطان الغالي نهى تنهيدة طويلة: هذه هي الفرصة اللي كنت نتسنى. ليلة العرس غادي تكون فيها الحراسة مرخوفة في جردة الرمان وكل شي ملاهي بالنشاط. الوزير بن علال يكون مشغول بالضيوف والعيان، وهذه هي اللحظة اللي خصنا نضربوا فيها. بالماطي كان خايف وكيمسح العرق على جبينو، لكن مولاي القصر محصن بسور عالي والعسكر واقفين بحال النمل في كل قنت، كيفاش ندخلو؟ هين حطت يديها على الكبتة. الرجال با كيشوفوا غير السيف والدرع والعسكر كيحداو غير اللي لابس الحديد، لكن كاينين اللي تدخلوا للقصر بلا تقلاب وحد ما تديها فيهم، هما الناس اللي هازين قفوف الخبز والحلوى للضيوف. الغالي ضحك: واش باغا تقولي نولي حمال ديال الخبز؟ اكثر من هكذا. الفران وصلاتو طلبيه باش نوجدو 100 وصله ديال الخبز الطواجن للعرس ولد الوزير. انت تكون هاز الوصله فوق راسك ومخبي سيفك، وانا معاك. اللي كيشوف الحماله كيشوف غير الخبز وما كيشوف اللي مخبيه. وجات يا سيدي الليله الموعوده، القصر مضوي بالشموع والقنادل وصوت التعارج والبنادر واصل اخر الدنيا. العسكر واقفين في البواب بحال السور تيقلبوا الصغير والكبير. بالباب اللوراني ديال الشرطه وقفت هينة من وراها بالمعطي ومن وراهم 10 ديال الرجال اللي طايقين فيهم، لبسوهم لبس الحماله وفوق راس كل واحد وصله كبيره مغطيه بزيف كحل. وسط هاد الحماله كان السلطان الغالي هز وصله ثقيله مخبي تحت منها سيف جدو اللي كان مخبيه في الفران. جا عندهم قائد الحراس في الباب وشاف فيهم شوفة الشك: اوقفوا، واش هاد السلاح منين جايين؟ هينة بقات ثابته وقالت وهي كتبسم:
مرحبا بسيدي حامل حما، هادو 100 وصلة ديال خبز الطواجن باقي سخون، طلبهم طباخ الكبير ديال الوزير. هانتا شوف، إلا خرجناهم من الفران وإلا بردو يطير لينا راسنا وراسك، وانت عارف الوزير في هاد الليلة ما يرحم حد. الحارس شم ريحة الخبز السخون وقال: الريحة زينة، هبطوا الوصلات نشوفوا اش كاين لداخل، ما كاين لا امان ولا عهد هاد الليلة. هاين حسيت بالخطر. قبل ما يوصل الحارس الوصلة ديال السلطان دارت براسها تأثرت وطاحت فوق الحارس وتشتتو الفلوس اللي كانوا في جيبها في الارض، وبدات كتغوت: الله يا رب الله، فلوس سمرة مشاو بين الرجلين، عاوني يا سيد الحارس نجمعهم، الله يرحم لك الوالدين. الحراس اللي في الباب شافوا الفلوس تيتوقفوا في الارض ومشاو يجمعوهم معها ونساو الوصلات. في هذيك اللحظه دخل السلطان ورجالو بالزربه لجردة الرمان، لما يتقلبوا بقاو غاديين حتى وصلوا لواحد الباب صغير كدير الخزينه السفليه ديال القصر. السلطان حط الوصله اللي فوق راسو وجبد سيف جدو. اليوم الرجال اي تغسل العار بالدم والملك يرجع لمواليه، اللي سمع صوتي يتبعني وما نخليو حتى واحد في طريقنا. وصل الباب الصغير اللي كانوا حارسينو جوج عبيد ناعسين من كثرة الماكلة ومشاو كيجريو لداخل الخزينة. تما لقاو صنادق ديال السلاح اللي قالت عليهم هاينة. السلطان شاف السلاح وتنهد. الوزير موجد السلاح باش يغدر به الرعية، لكن دابا ولا هو السلاح اللي غادي نحرر به البلاد. فرق السلطان السيوف على رجالو وقال لواحد منهم: انت خذ الرجال معك وسيروا للجهه اللي فيها الحراس كيحميو باب المشوار، قلبوهم وكتفوهم بلا حس وعاودوا رجعوا. انا وهينا نطلعوا المشوار الكبير. مولاي، الوزير ما كيقدرش غير بالسيف، وانما حتى بالسم والمكيده، رد بالك راه عيونه في كل حيط. ما كاين غير الله والمخلصين من عباده في كتافي، اذا ما عندي مناش نخاف. طلعوا في الدرج اللي كيوصل المشوار الكبير وصوت التعرج والنشاط كيزيد يتجهد. وصلوا الباب الكبير والناس من داخل جالسين تياكلوا ويشربوا، والوزير جالس في المشوار الكبير هز الكاس ديال الذهب وفرحان بولدو اللي كان لابس جلابه من الحرير او كيستقبل ضيوفو. بن علال وقف وسط المشوار وبدا كيخطف في العيان: اليوم البلاد ولات تحت يدينا، والسلطان الغالي بعت في الخلا وسبوع كلا وعظامو، من غدا البيعة تولي لولدي بيها نحلو صفحة جديدة على البلاد. الناس من داخل صفقوا من خوفهم. هاينة شافت في الغالي وعطاتو الإشارة، دفعوا الباب بالجهد حتى تسمع صوتو في كاع القصر. دخل السلطان ورجالو الملتمين والسيوف في يديهم تيشايرو. المشوار كله سكت، والناس اللي كانوا شادين الكيسان طاحوا من يديهم. الوزير اللي كان تيضحك وجهو صفار وغوت على صوته: هذا الحراس والعسكر منين جاو هادو؟ وقتلوهم! وقبل ما يوصل السكرية ليهم السلطان حيد التم على وجهه وكل شي تصدم، هذا الغالي باقي حي. الناس سكرية من اللي شافوه واقف بهيبته وقوته طاحوا على ركابهم كيبوسوا له يديه. الخدم رماو الصواني وهربوا من خوفهم وولناو في صف السلطان. الوزير بن علال بغى يهرب لجهة الشرشم، لكن الغالي كان سرع منه، هجم عليه وبدا الضرب بالسيف. القصر تقلب، شي تيضرب في شي، حتى تمكن السلطان من الوزير وحط له السيف على عنقه وصاح بصوت زلزال القصر: بن علال الغدار، عضتي اليد اللي تمدت لك بالخير، خنتي الأمانة وظلمتي الرعية. الحق ولا بد يرجع ولو يطول للظلام. البلاد اللي كانت كتقلب على سلطانها ها هو رجع ليها.
سكرية حطوا السلاح وصحوا بصوت واحد: عاش السلطان الغالي، عاش سلطان البلاد. تكتف الوزير وولده وترموا في الحبس، وخرج السلطان للناس اللي تجمعوا قدام القصر. وخا كان وشهم مستخبر رماد وحوايجو مرقعين، لكن هيبته كانت حاضرة وقوية. تكتف الوزير وولده وترموا في الحبس، وخرج السلطان للناس اللي تجمعوا قدام القصر. وخا كان وجههم مستخبر رماد وحوايجو مرقعين، لكن هيبته كانت حاضرة وقوى من أي قفطان ديال الحرير. الناس ملي شافوه في الأول تعجبوا، لكن ملي عرفوه باللي هو الشلالي اللي شهور هو كيطيب ليهم خبزهم في الفران، عرفوا باللي هاد السلطان ماشي غير حاكم، وإنما ولا واحد منهم بعد ما ضاق عذابهم وجوعهم. يا أهل البلاد، كنت سلطان كنحكم من الفوق وكنسمع غير اللي بغاو يوصلوه ليا الوزارة، لكن بفضل هاد البنت والعافية ديال الفران عرفت بلي السلطان بلا شعبه هو غير خيال. غدا إن شاء الله غنحلو صفحة جديدة ما يكون فيها لا ظلم ولا ضرائب. هاينا كنوقف وراه باه المعطيك مسح دموع الفرحة بجلابيتو. الناس نادوا باسمه هاينة حيت هي السبب في رجوع الحق المواليه. تحلوا بوب القصر للرعية وتفرق الزرع والخير اللي كان مخبيه الوزير في مخازنه على الفقراء والمساكين. جلس الغالي على عرشه، لكن هاد المرة ما كانش محصن بالحراس والصوار العالية، وإنما محصن بحب شعبه. بعد أيام مشى الغالي في موكب كبير دار المعطم والفران. الناس تبعوا الموكب بالزغاريت وكل شي فرحان. استقبل المعطم الصدوم ما فهم اش واقع. ملي دخلوا للدار جلس الغالي وطمن المعطي يد بنته على سنة الله ورسوله. السي المعطي، بغيت بنتك هاينة تكون هي لالة العيالات وشركة عمري وملكة هاد البلاد، حيت العرش محتاج العقل اللي كيوزن الرماد والذهب. البلاد السي المعطي خصها عقل اللي يشوف الحقيقة وسط الدخان، ولالا هاينة عندها هذا عقل. البنت شافت في بوها اللي كان هز راسو بالرضا، وعاود شافت في السلطان. قبلت نكون مرتك على سنة الله ورسوله، لكن بشرط. الغالي ضحك. مازال تابعيني الشروط ديالك يا بنت المعطي؟ واخا، شنو هو شرطك هاد المرة؟ الفران ما يتسدش، يبقى شاعل، والخير يتفرق منه كل يوم على الدراوش والمساكين بلا فلوس، باش ديما السلطان واخا على عرشو يتفكر نهار كان حفيان وباللي العرش بدا من رماد هاد الفران. الغالي قبل الشرط، ومن هذاك النهار ولا الفران باب الخير اللي ما يتسد في وجه المسكين. ايوا يا سيدي ويا لالا، القصة مازال فيها ما يتقال، والدق هو اللي شاي. من بعد يا الحباب ما رجع السلطان لعرشو والبلاد تنفسات. هاينا داك القمرة نورت الفران ولات لالا تنسى بعد زواجها بالسلطان. دازو شهور والعرسان عايشين في الهنا وراحة البال، لكن يا سادتي دوام الحلم المحال. بن علال وخا كان مشدود في الحبس كانوا عيونو تيدوروا بالقصر وتيقلبوا على الفرصة موجدين ليها. هاينا حملات والفرحة عمت البلاد، وكل شي تتسنى قدوم وريت العرش. حتى في ليلة من ليالي الصيف الصهد والنعاس طار من العينين. طلب الغالي من مرتو يخرجوا للنزاهة، القمرة طاوية والجو جميل. هاينا وافقات، ركبوا على خيلهم وقصدوا جنان الرحمة، جنان كبير فيه من الغلة الشكال والنواع والرياض كيقصدوا الغالي في ايام الصيد. هذيك الليلة خرج مع مرتو معاهم جوج من الحراس مأمنين، ما في بالهم باللي عيون الغدر تابعاهم.
بقاو غاديين حتى وصلوا عند السهول. هاد اللحظة خرجوا من التمرشة الملتمين 20 راجل هزين سيوفهم وكل غرضهم يخطفوا هينة ويسوموا بها السلطان. الغالي تلفت في جنابه وطلب من هينة تبقى بجنبه. هاجموا الرجال وتقاتل معاهم الغالي هو والحراس. الضرب كان شديد، تقتلوا الحراس وبقى السلطان بوحده في وجه الخونة والسيوف دايرة بيه. وفي لحظة حس من الكثرة كتغلب السبع، تلفت عند هينة وغوت: هينة هربي هربي وما تفتش وراك، ما نقدرش نخليكم نمشي. قلتلك هربي، قلت سمعي هربي. ضربت عودها برجليها ومشى كيجري بحال السهم. الغالب بقى كيلهي في الرجال اللي قتل منهم الكثير، لكن واحد منهم تسلت وتبع بالمعطي. تلفت السلطان بغا يتبعو، لكن واحد من الملتمين ضربو بالسيف حتى غيب فوق العود اللي عطاها بجريه ورجع للقصر. تبعو الرجال هاينة، دخلت الغابة المنسية اللي كان شجرها كتير مظلمة ما تدخلها الشمس ولا ضوء قمرة. تبعوها ودنيهم على صوت حوافر العود اللي تضرب في الأرض وغصن الشجر اللي طايحين. بقاو على هاد الحال حتى تسمع صوت قوي ومن وراه غوتات هاينة. قلبوا الرجال منين جاي الصوت ومع الظلام ما بان ليهم والو، وخافوا لا يمشي عسكر السلطان يجي ويشدوهم كاملين، واتفقوا يهربوا حتى يعاودوا يرجعوا من لتهت الأمور. في القصر الحراس بان لهم عود السلطان جاي وفوق منه الغالي مضروب ومغيب. مشاو تيتجاروا وشدوا العود ونزلوا السلطان ودخلوا الشناح وحضروا الحكامة في الحال. داووا جرحوا وفاق من غيبوبته. فين أنا؟ اش وقعت؟ هينا فين هينا؟ مولاي الجرح كبير ونزفتي بزاف، لازم تبقى مرتاح. هينا تبعوها القططية، لازم نخرج دابا. وأمر يتوجد جيش من الخيالة يخرج معاهم في الحال يقلبوا عليها. الغالي في هذيك الليلة ولا كالحمق، قلب الدنيا، خرج بالجيش شاعل اللي مشاعل وقلبوا قاع السهول ووصلوا حتى الغابة المنسية وما لقاو ليها العطار. هاينة ملي كانت تجري بعودها في الظلام تأكل العود مع حفرة وطاحت معاه وتكركبات حتى ضرب راسها مع حجرة وغيبات. بقات على هاد الحال حتى طلع النهار. حلت عينيها لقات راسها وسط الغابة وحيدة والدم نازل ليها من راسها. شافت في جنابها وهي متعشبة، جمعت الوقفة وعطتها بجرية ويديها على كرشها. كنت مهلوكة خايفة وحايرة وما عارفة فين هي ولا شكون تكون واش وصلها لتما. الضربة اللي خدتها على راسها فقدتها الذاكرة وخلتها ما عارفة ماضيها من حاضرها. هاينة مسكينة تمحنات، كانت غادا وطيح من خوفها، تعاود توقف وتكمل طريقها المجهول حتى وصلت عند الواد وبلهفت العطش نزلت بركبها عند الحافة وشربت اللي قدها وتمتعت. من البعيد شفت عمرة كبيرة كانت كتورد حمارتها وجات لعندها. مالك بنيتي في هاد الحالة شوقع عليك؟ نضت هينة وقدت كلسها وشفت فيها بعيون دامين. ما عرفتش لا كنت طايحة في الغابة، فقط ما عقلها على حتى حاجة، لا شكون أنا ولا منين جيت. هيت نتفكر والو، بحالي لا راسي تمسح. الله على بنيتي الله، وقيل هاد الضربة اللي في راسك هي سبابك. نوضي معايا بنيتي نوضي. فين؟ عندي في داري، نداوي ليك هاد الجرح وارتاحي حتى يدير مولانا خير. وخلي الله يرحم بها الوالدين.
شي بنية كان سميتها مبروكة، عايشة وحيدة تجمع العشب وتبيعهم في سوق القبيلة، وبهذاك البركة مكافية مع الوقت. الحصول المرة دخلتها لدارها، غسلت ليها وبدلت ليها حوايجها وتهلط فيها بلا قسم الله، وسمتها جميلة. هاينة مع الأيام كانت كتشوف وجهها في المراية وما تعقل على راسها، نسات القصر والسلطان وباللي في كرشها ولد العز وريت العرش. دازت شهور وكرشها كتكبر والرزق كيجيها من حيث لا تحتسب. مبروكة كانت كتقول ليها: بنيتي هاينة، هاد الحمل حمل البركة والخير. تشد هي في كرشها وعينيها يدمعوا. يا مبروكة، لكن شكون باه ومنين أصلو فصلو؟ دابا تفكرها بنيتي، دابا تفكري على حساب الحوايج اللي كنتي لابسه نهار لقيتك، باينه كنتي عايشه في العز، ووليدك يكون ولد العز والجاه. هاينه واخا نسات كلشي بقات تصنعها في يديها، الحاجه الوحيده اللي ما تبعد ليها من الراس. كلشي كان كيحمق على خبزها اللي ما لقات في يدو تمثيل. وتوالت الايام والشهور، وجا النهار اللي ولدت فيه هاينة وليدها. كانت فرحتها بيه ما بحالها فرحة، وسماتو الغالي. هاد السمية كانت ديما تسمعها في أحلامها، وحست بلي هي سمية شي حد غالي على قلبها، على داك الشي سمات بها ولدها. جميلة مولات الخبز ولات معروفة في قبيلتها والقبيل اللي دايرين بيها. فرانها الصغير ولا ما حش اللي بغي ياكل خبيزة يسد بيها جوع من المساكين وعابر السبيل. واخا فرحت الناس بيها، كان قلبها مضيوم وعقلها ممسوح، دافنة حزنها وتتشوف وليدها اللي تكبر نهار على النهار وما عرفة بواه. دازت 3 سنين والسلطان الغالي ما خلف ينقلب على مرتو، والو ولا من يعطيه خبارها. 10 سنين من الهم والغم، الحزن باين في وجهه وجرح هاينة عمره يبرى. برمعطي كبر وصحته ما مسعفه يوقف على الفران وبغى يسدو، لكن الغالي ما وافق. ولكن بالمعطي هاينة كان شرطها نهار تزوجتها يبقى الفران محلول، يطعم الفقير والمسكين وما يتسد في وجه العباد. يا مولاي، ولكن أنا صحتي قلات وحزني على بنتي زاد كمل عليا. كون هاني السي المعطي، غادي نجيب لك أحسن الخبازة اللي قبل الفران. وأمريت تطلق البراح في البلاد كلها باش يتجمعوا الخبازة في القصر، ويدير لهم مسابقة يختار فيها أحسن خبازة تقابل فران بالمعطي. البراحة ما خلاو بقنت في البلاد وكل شي عرف بالمسابقة. مبروكة طلبت من هاينة اللي ولات سميتها جميلة بعد ما فقدت الذاكرة تشارك في المسابقة. بنتي جميلة، هذه فرصة ما تعوض، سير بنيتي حتى انت تطلبي زهرك، ما تعرف هاد المسابقة يكون فيها خير ليك ولوليدك. ما عرفت أمي مبروكة، القلب مقبوض ودي ما مسعفاني. توكلي على الله وسيري، أنا حاسة باللي خير كبير تيتسناك. عشنا زهينة خبزها وقصة القصر مع ونزها الغالي. باب القصر كان عامر بالخبازة اللي جاو من كل المدن. بنت المعطي غير دخلت المدينة بداو كيجيو في راسها شي تصور على الفران والعجينة، وراجل كبير جالس في الركنة تيتبسم ليها. كملت طريقها وكل ما دازت من زنقة حست بلي هي فايتة دايزة منها حتى وصلت للقصر. وقفت قدامه وتفكرت رجال من التمين والجري والسيوف تضارب، شدت فرسها وطاحت على ركابها. ايش هادشي؟ يا رب السلامة، يا رب السلامة. ناضت وشدت في يد ولدها ودخلت للقصر مع الناس. في ساحة القصر
كانوا الخدم موجدين القصا على عجنوا فيهم الخباسة. وقفت هينة عند قصها، خلطت طحين الزرع والشعير والزرارع وعجنة خبز ما عجنوا بحالو الخباسة. السلطان الغالي كان جالس عند عرشو تتسنى الخبازة يوجدوا خبزهم باش يدوقوا ويختار منهم اللي يوقف على فران بالماضي. طرحوا الخبازة خبزهم وهينا حتى هي طرحت خبزها. وبعد وقت قليل فاحت منه ريحة بنينة، كل شي تلفت كيقلبوا منين جاية الريحة اللي وصلت حتى للقصر. الغالي شمها ونضج مع الوقفة وخرج كيشرب من القصر ملهوف. الريحة اللي شم هي ريحة خبز هاينة اللي عمره ينساها. داز على فرار من الخباسة واحد بواحد حتى وصل عند هاينة، وقف عليها وطلع وهبط فيها الشوفة وهو مصدوم، وولدها شات جليلها. هينة علت في عينيها. سميتي جميلة مولاي؟ ما يمكنش، انتي هينة مرتي. فهاد اللحظة شت قدام عينيها صورة العرس والناس فرحانين. شوية شفت راسها راكبة على العود ورجال تابعينها، والطيحة اللي طاحت في الغابة شدات في راسها وغوتات وطاحت على الأرض مغيبة. الغالي هزها وأمر بالحراس يهز ولدها ويتبعوه، خداها الجناح ديالو وأمر يحضروا حكام القصر في الحال. ملي حضروا فيقوها وشربوها شي عشوب باش تهدن. هينة واش ما عقلش عليا؟ أنا السلطان الغالي راجلك. شدت في راسها والذكريات تتزاحم في عقلها. فين ولدي؟ ولدي الغالي، ولدي الغالي. السلطان تصدم. سميتيه الغالي؟ جا الولد تيجري عندها وعنقها. أنا ما عاقل على حتى حاجة مولاي، اللي عاقل عليه أني فقت في الغابة وراسي مضروب، ما عارفة شكون أنا ولا منين جيت. نطق حكيم القصر. مولاي الضربة اللي خدات على راسها هي سببها، لازم تمشي للبلايص اللي عندها فيهم ذكريات باش عقلها يفيق وتفكر كل شيء. واخا غرب شوية عليك هينة، دابا تفكري كل شيء. الغالي ولدي، أنا باك اجي عندي ولدي. الولد كان فيه شبه كبير من بواه، حس بحنان ومشى عنده. بالمعطم اللي ساق الأخبار جا تيجري للقصر، دخل على بنته وعنقها. غير شافته تفكرت الفران وباها الحنين تيعلمها العجينة وطرح الخبز. والنهار على النهار وليام تدوز والشهور، رجعت هينة ذاكرتها ورجعت الروح القلب الغالي برجع مرتو وولدو. الوزير بن علال مات في حبسو، وبموتو ماتت الفتنة معاه ودفنت في قبرو. هينة رجعت الفران بالماضي تخدم بيديها وتعلم النسوان صرا الحرفة، ما بدلها حر القصر ولا ذهبو. شمرات وطعمت الفقير والمسكين، ولا الفرن اللي حمى السلطان الحفيان قبة الخير والرزق. وهنا يا الحباب سالت حكايتنا اللي مشات من الواد لواد، وبقيت أنا مع الناس نشواد.